ما في صح ما في غلط، انت حر. اذا عن جد حابب تنجح، اذا عن جد حابب توصل، اذا عن جد حابب تأدي، يور تشويس. ما في صح ما في غلط، وما حدا حيدق الباب طماطس، فلان عندنا كروطة، شو رايك اسويك ناجح؟ بطاطا، No way. لفت، عندنا كان دجاج، مستحيل. اصبر، توم، ما في حد، لا ابوك لا امك لا اخوك لا اختك، ما في حدا مسؤول. طماطس، تعقل. فاي واحد اليوم في مرحله في حياته بحس حاله بده اكثر، عندك راس الحانوت، سكنجبير، كركب، لانه يا حرام، جماعه ملح. اخر الحلقه هي انك تعرف شو بدك وتسعى وراه، وما تقعد تستنى بامل بدون عمل. ما اجمل الامل لما يكون في عمل. بيقول لك كان في شباب مره ماشيين لقوا ذهب كتير في الغابه هيك، فمسكوا الذهب هيك ما صدقوا ايش كل هالذهب هذا معقول؟ صاروا يعدوه ارقام كبيره، خافوا قال لك لازم نخبيه، لازم نفكر شو بدنا نعمل فيه لفي الليل قبل ما الدنيا تروح هيك وتروق، بعدين حنشوف شو بدنا نعمل. اسمع روح انت جيب لنا اكل. فبعتوا واحد منهم وظلوا اثنين قاعدين، راح يجيب اكل. هو في الطريق صار يفكر يقول هذا الذهب كله لو كان لإلي كيف اعيش، وقصور وعالم، وبدي اعيش حياه ما في زيها اي شيء. بدي اجيب الاكل واعبيه سم وخليني اسم الاثنين واخذ الذهب الي لحالي. وراح يجيب، وهدولك الاثنين قاعدين بيستنوا فيه. صار يقول يا اخي ليش نقسم الذهب على ثلاثه؟ خلينا نقسمه على اثنين، اول ما يجي بدنا نقتل الزلمه هذا وندفن وناخذ الذهب. اوكي اتفقنا. اول ما روح حط الاكل على الارض، نطوا عليه، دمروه، قطعوا راسه، قتلوه، دفنوه. قال لك يلا خلينا ناكل قبل ما نوزع الذهب. اكلوا، مشى السم في عروقهم، قتلهم وماتوا كلياتهم. النوايا السيئه هاي الا ترجع على اصحابها. شو ما عملت في البزنس، في العلاقات، في الدراسه، وين ما بدك، دائما خلينا نصفي نيتنا لانه اخرتها حترجع لك. الله يوفقك. في 1951 عملوا دراسة، رسموا على الحيط 3 خطوط، خط طوله 20 سنتيمتر، خط طوله 30 سنتيمتر، وخط طوله 40 سنتيمتر، ودخلوا على الغرفة 11 شخص وسألوهم شو شايفين أطول خط. الإشي الغريب الوحيد إنه 10 من ال 11 كانوا ممثلين، وقالوا لهم أنتم كلكم اختاروا 30، والرقم ال 11 هذا خلينا نشوف شو حيصير فيه. فبعد عدة تجارب طبعا جمعوا نتائج رقم 11 هذا. شو صار معاه؟ اكتشفوا إنه 90% من الناس الطبيعيين جدا اختاروا 30 سنتيمتر، مع إنه عينهم وعقلهم وقلبهم شايف انه ال 40 سنتيمتر اطول، اختاروا ال 30. تخيل يا اخواني، هذا اللي بيصير معنا كل يوم بحياتنا تقريبا. وفي حياتنا في قرارات مصيريه جدا عارفين انها الافضل لنا، ولكن لانه ما في دعم او ما في تاثير ايجابي من الناس اللي حوالينا بنقول لا العالم الثانيين ادرى. في قرارات مصيريه لازم تاخذها في حياتك هي، وما حدا شايفها صح غيرك، انت لازم تعملها. استفتي قلبك وثق بنفسك وثق في ربك واعملها وتوكل عليه. مرات ممكن كل الناس عم يعملوا شيء غلط وانت الوحيد اللي عم تعمل صح. ثق في نفسك وتوكل على الله. مرحبا معتز. هلا. إذا حد كثير متردد في قراراته فشو يسوي؟ كيف يحسن من نفسه؟ واحد متردد بقراراته، التردد له كثير اسباب، واحده منهم انك انت بتخاف تاخذ ممكن تكون مسؤوليه لو طلع القرار غلط. 2 انه واحد بخاف من الفشل. و3 ممكن يكون انه بدك تستنى فرصه احسن. ففي معلومه كثير مهمه لو تعرفها وتطبقها باذن الله حتساعدك انك ما تتردد. ما في انسان على وجه الكره الارضيه بيعرف المستقبل، ما في. ولكن احسن طريقه تاخذ القرار انك لما انت تستشير وتستخير وتشوف احسن قرار بالنسبه لك الان، يعني تحط البلس والماينس، شو بستفيد لو عملت هالشيء وشو بخسر لو ما عملت هالشيء، باوبشن 1